مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى عملت لكم الفول الحراتي باسهل طريقه. فول حراتي بالخضره، وطبعا ده الموسم بتاعه اليومين دول. نعمل بقى مع بعض، نشوف المكونات بتاعته. جبنا كيلو من الفول الحراتي الاخضر. طبعا دوت في نوع تاني كده بس ده البلدي. ده اخضر طبعا وطازه زي ما انتم شايفين. طبعا بننضفه كده زي ما انتم شايفين، بنشيل العروش بتاعته ديت. وبنشوف كده فيه بيبقى فيه خيط، ايوه، في الجنب زي ما انتم شايفين كده. بنحاول طبعا واحنا حتى بنقطعها بناخد بالنا عشان الخيط ده طبعا بيضايق. بننضفه كويس جدا. بنشيل الخيط اللي في الجنب كده وبنقطعه كده، بتبقى زي الفاصوليا. هعمل واحدة تاني معاكم. طبعا واحنا بنقطع برضو بيبين ان كان فيه الخيط بتاعه ولا لا. طبعا هنخلص كل الكمية قدامكم، وهنخلص كل الكمية وهنرجع لكم تاني. كده خلصنا اهو معاكم، ده الشكل بتاعه. بعد كده بنجيب الخضرة. بنجيب خضرة محشي زي بتاعة المحشي بالظبط. بنجيب شبت وبقدونس وكزبرة. نيجي نغسلها بقى معاكم اهو. طبعا نغسلها كويس جدا. غسلتها كذا مرة عشان خاطر برضو مهما بتتغسل بتنزل زي ترابة كده بسيطة. فبقعد اغسلها كتير لحد المية بتاعتها بتبقى بيضة خالص. وطبعا بغسلها برضو في المصفى عشان اعرف اصفيها وما تقعش مني. طبعا الفول زي ما انتوا عارفين ده الموسم بتاعه، لازم نستغله طبعا ونجيبه. فيه فيتامينات ومعادن، وفيه فيتامين ب، وبيساعد على فقدان الوزن، وفيتامين سي وحديد ومغنيسيوم. بصراحة كويس جدا يعني، وده الموسم بتاعه فنستغله طبعا بكل الطرق. وفي كمان انا ممكن يعني المرة الجاية اصوره لكم بقى، ممكن ما نقطعوش خالص، بنضفه بس كده من الطروف بتاعته وبس. هصوره لكم المرة الجاية ان شاء الله. بنسلقه في مية بس كده، وبنحط عليه بنحطه بس في مية وبنسلقه على النار. وبعد كده يعني هصوره لكم عشان تشوفوه يعني قدامكم افضل. طبعا غسلناه كويس جدا. المية بتاعته كده خلاص يعني نضف معانا. هنجيب بقى الخضرة، وطبعا هنغسلها برضو كويس. انا بنقع الخضرة بعد ما بغسلها، بنقعها شوية، وبعد كده اخر شطفة بشطفها كده بشوية خل، وبشطفها شطفة تاني. او كده الفول معانا خلص خلاص. غسلناه ونضفناه. نجيب بقى الخضرة معاكم. طبعا كنت غسلتها طبعا زي ما قلت لكم بالخل اخر شطفة، شطفتها تاني بعد الخل. بنقطعها بقى كده. انا بقطعها بصراحة حتت صغيرة شوية زي المحشي برضو. على فكرة هو سهل جدا يعني، ما بياخدش وقت خالص، وممكن ينفع فطار او غدا، وطعمه جميل جدا، ويا ريت تجربوه. طبعا الفول الحراتي بيتعمل بكذا طريقة. في برضو يعني طريقة تانية غير اللي هي بتاعة السليق ديت. في بتاعة بنعمله بالقوطة بالتسبيكة. برضو بنقطعه كده بالظبط، وبنعمله تسبيكة عادية خالص، وبنحطه فيها وجنبه برضو شوية رز. اعمله لكم ان شاء الله بكذا طريقة ويا رب يعجبكم. كده قطعنا الخضرة. هنجيب بقى الحلة بتاعتنا، هننزل فيها بالفول.
وهنحط عليها الخضرة. هنحط المية الأول. طبعا المية هنغطي الفول لأن هيتسلق فيها، وبعد كده هنصفي بقية المية. اهو كده كفاية. بعد كده هنحط عليها الخضرة اللي احنا قطعناها مع بعض. وكده يعتبر الفول بتاعنا خلص، يعني يا دوبك بس هيستوي. طبعا هسيبه على النار هيستوي. بس كده وهقلبه. طبعا انا مولعه النار، مولعه البوتاجاز عليه. هغطيه واسيبه بقى يستوي. اهو ده الشكل بتاعه بعد ما استوى، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. طبعا بيبقى فيه ريم كده على الوش بشيله. انا كده اعتبر شيلته. زي ما انتوا شايفين هيوصل للشكل ده. هنطفي عليه النار ونصفيه. بس اللقطه دي ما جاتش واحنا ما بصفيه. كده صفيناه خالص من الميه، مفيهوش ميه خالص. بنجيب بقى الطاسه بتاعتنا الصغيره، نحط عليها شويه زيت، بس بيبقى افضل طبعا زيت ذره. حبة زيت يعني حلوين شوية. نحط عليها نص معلقة توم. طبعا التوم ده انا كنت مفرزاه. نص معلقة توم بالظبط كده. معلش الدخان عامل الشاشة شوية. كده وضحت معانا. نحط عليها حبة كزبرة ناشفة، تديها طعم حلو جدا برضو مع التومة كده، زي ما انتوا شايفين كده. ويعتبر كده هنحطها على الفول. وكده يعتبر خلص معانا. طبعا احنا طفينا البوتاجاز، احنا صفينا المية منه، والبوتاجاز كده خلاص مش قايد. اهو كده اصفرت معانا التومة. هنحطها على الفول. هنحط شوية كمون وشوية ملح زي ما انتوا شايفين. كده يعتبر خلص معانا. وبألف هنا وشفا والله عليكم، وطعمه تحفة بجد. يعني ينفع فطار وينفع غدا. وبصراحة اما بيبات بيبقى طعمه احلى بكتير، يعني هو بيبقى طازة طعمه جميل، واما بيبات بيبقى طعمه احلى من غير تسخين، يعني بيبقى طعمه جميل جدا. اتمنى تجربوه وتقولوا له ايه رأيكم. بس وكده خلصنا اهو. هنغرفه بقى معاكم في الطبق. وجنبيه طبعا بصل اخضر وعيش ناشف طعمه تحفة. وبألف هنا وشفا عليكم حبايبي.